صلاح ولا سون؟ نجيب مين من لعيبه ليفربول؟ وتوقعات الجوله السادسه. اظبطوا لي اللايكات والسبسكرايب وشير لاصحابكم لو عايزين نستمر معاكم، عشان انتوا تخاذلتوا معايا ووقفت فتره طويله، فلو عايزين نستمر معاكم فاظبطوا لي اللايكات ويلا بينا نبدا ونتكلم عن صلاح ولا سون. نتكلم كده بشكل منطقي، ماشي تمام؟ يلا بينا. صلاح مبدئيا كده كده معروف ان هو كينج اللعبه، معروف ان هو يعني لحد دلوقتي هو ما بلانكش تقريبا ولا ماتش. كل ماتش بيعمل لك اسيستايه، بيعمل لك جون. اخر ماتش يعني اكتر ماتش دلع فيه الناس وعمل اسيستين، وكان ممكن يبقى هاتريك اسيستات لولا ان الفانتزي سحب منه اسيستايه. بس عايزين نتكلم بقى بشكل منطقي اكتر. الفتره الجايه مين هيجيب نقط اكتر كتوقع؟ يعني بتسالني دلوقتي هقول لك صلاح، بس يعني اجيب مين احسن؟ انا بالنسبه لي تجيب سون. اقول لك ليه بقى. دلوقتي صلاح بقى يعني حرفيا دلوقتي بقى هو دي بروين، بقى هو دي بروين مصر حرفيا. دي بروين ليفربول. فانت، انا اصلا كان عندي مشكله مع دي بروين وهو في السيتي، رغم ان دي بروين كل ماتش كان دايما بيعمل اسيستات. انا دايما كنت اقول انت لاعب مهم جدا للسيتي، لاعب لا غنى عنه، لاعب اللي هو لو مش موجود هيأثر جدا على السيتي. بس فانتزي لا، مع احترامي. نفس الكلام صلاح، معلش. انا مش بقول لك تبيعه، يعني لو معاك اكيد يعني معاك وبيظبطك نقط تمام، الدنيا حلوه معاك. بس انا دلوقتي بتكلم ان لاعب ب 12 ونص، اغلى لاعب في الفانتزي بعد هالاند، اللي هو هالاند تقريبا جايب 6 جوان ولا 7 جوان، حاجه مرعبه كده، وباسيستايه ولا بحاجه كده. هالاند بكل ده بفرق 1.5 مليون بس عن صلاح. صلاح بقى كل ماتش اسيستاي، اسيستاي الماتش الاخير اسيستين، ماتش جون وماتش جون. والمشكله ايه كمان، حتى جوانه هو اصلا بقى بعيد جدا عن الجون. ده مش عيب صلاح، انت فاكرني ان انا مثلا بقلل من صلاح؟ صلاح السنه دي رائع 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 رائع، احلى مليار مره من السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت انا كنت بقول لك صلاح اصلا مستواه وحش. السنه دي مستواه حلو جدا جدا جدا، وهو السبب في كل انتصارات ليفربول اللي فاتت. بس هو واقف هناك، واقف على الجنب كده هناك، يعمل عرضيه، يروح داخل لجوه ويروح عامل ثرو. هو كده بقى بعيد جدا عن الجون، بقى بعيد جدا، بعيد بشكل مش طبيعي. يعني فين وفين لما بشوفه بيشوط شوط على الجون، فين وفين والله العظيم. يعني في ماتش اللي هو قدام بورنموث، انا كان معايا ساعتها وكنت مكابتنه، يعني تقريبا ما شاطش شوطه على الجون، يعني شاط شوطه غير ضربه الجزاء اللي هي ضاعت ورجعت له حطها، وده جون من الجونين. يعني انتوا متخيلين ان هو جايب جونين في 5 ماتشات، جون منهم ضربه جزاء اتصدت راحت رجعت له حطها، والكره التانيه كانت اللي هي قدام اعتقد استون فيلا حاجه كده، اللي هي كانت كره كان واقف فوق قدام الجون، لازق، كان لازق في الجون راح حطها كده، كانت ديفليكشن حاجه كده، فدخلت كده بالحب. لكن هو ان هو يكون قريب من الجون، ده فين وفين لما بيحصل. بقى بعيد جدا عن الجون، مش زي مثلا من موسمين فاتوا لما كان طول النهار يبقى واقف قدام الجون، حتى لو هو وحش هيجيب اجوان بالعافيه. دلوقتي صعب. دلوقتي سون بقى بيلعب ماتشات كتير، او بيلعب في اغلب الاوقات كمهاجم، بيلعب كجناح وبيدخل لجوه، وبقى هو من نجوم الفرقه، عارف ان هو بلانك 4 ماتشات، عارف ان هو متخاذل. بس انت بره الارقام، بره الارقام، شوف مين اقرب للجون، شوف مين اللي قريب للجون. وشوف توتنهام، وهم اكتر فرقه او تاني اكتر فرقه بعد برايتون شاطوا على الجون. يعني بيشوطوا تقريبا كل ماتش بين ال 20 ل 30 شوطه كل ماتش. حتى ماتش يونايتد كانوا واصلين لعدد زي ده. فان هم، انت فرقه ضامن انها تشوط بالشكل المجنون ده كل ماتش. انت ليه ما تفكرش ان انت تجيب سون؟ يعني ليه؟ وكمان سون اقرب لماديسون، وماديسون برضو اختيار اكيد ممتاز مش بقلل منه، بس سون هو يعني اللاعب اللي هو هتلاقيه قدام وراشق قدام، وهتجيله فرص كتير. عارف ان هو بلانك ال4 ماتشات دول، بس كمان سون كمان هيبقى لعبه كمان احلى واخطر لما هم هيلعبوا ليفربول وارسنال، لان دول فرق اصلا دفاعهم وحش وفرقتين بيهاجموا كتير، فهيبقى قدامه الفرص والمساحات. وانت يعني احلى حاجه هتعملها لسون انك تديله مساحات ويجري ويرمح فيها. يعني الماتشات دي بالنسبه له اسهل من ماتش ان هو يلعب شيفيلد مثلا. فبالنسبه لي مين هيجيب نقط اكتر؟ صلاح.
بس انا اختار سون. وغير كده النقطة الاهم بالنسبة لي كمان ان صلاح، انت لما هتجيبه هتضطر انك على الاقل مهما كنت ساحر هتجيب لاعب في خط الوسط او في الهجوم باربعة ونص وبخمسة. يعني هتخسر لاعب وهتجيب لاعب عرة. لكن سون هتقدر تجيبه، هتجيب برضه لاعب معاه محترم. يعني انا بالنسبة لي معايا سون، واقل لاعب في فرقتي سواء في الوسط او في الهجوم اقل واحد بالنسبة لي ب7 مليون. لكن غير كده يعني دي نقط كافية قوي بالنسبة لي. لكن طبعا معاك صلاح، يعني مش بقول لك تبيعه ماشي، انا بس بتكلم عن نقطة زي دي. نتكلم عن ليفربول. في ظل مستوى ليفربول ان هم بيكسبوا ومولعين الدنيا، طب انت ما بتتكلم يعني مش بتفكر فيهم كتير ليه؟ دفاعيا هم ملط، دفاعيا مفيش. والله حتى لو لعبوا مركز شباب ابو سليمان هيدخل فيهم اجوان. فانت دفاعيا فكك منه. بس انا ممكن اتكلم عن نقطة واحدة بس، وهو كابتن اليسون. اليسون كل ماتش بيصد، كل ماتش هو اللي بينقذهم. كل ماتش يعني لو بيدخل فيهم جون هو بينقذهم من اتنين وتلاتة واربعة. فاليسون اختيار حلو جدا، انه برضه ممكن تضرب معاه في ماتش زي استون فيلا ويطلع الكلين. وعادي برضه في الماتشات الجاية من بعد الثامن او التاسع في ماتشات حلوة قوي كتير، فممكن تضرب معاه في كليناية في التانية. وبرضه مع التصديات فبرضه هيبقى اختيار حلو ومضمون من ليفربول. زي ما انا قلت لك برضه في الحلقة اللي فاتت، برضه إيدرسون اختيار حلو برضه مش وحش. خط الدفاع كده بالنسبه لي قلت لك مضروب بالنار. واللي معاهم ارنولد انا بفرح فيهم كل ماتش بالكلين اللي بيضيع، عشان الناس اللي بتجيب واحد زي ارنولد ومضيع لعيبه كتير في خط الوسط، انت بقى مع نفسك. يعني انت ايه، انت مع نفسك كده وربنا يعينك، ربنا يعينك على التفكير العجيب اللي في دماغك. ندخل في خط الوسط. انا بالنسبه لي افضل اختيار لويس دياز. بس انا برضو قلقي منه في المدوره. الماتش اللي فات هو قعد دكه عشان كان لسه راجع من سفر، بس برضو دي مشكله انت هتقابلها كل توقف. ما انت كل توقف هو هيرجع متاخر من امريكا الجنوبيه، فهيروح قاعد دكه. فده حوار، فده حوار ورخم. بس هو فعلا بدأ بدايه موسم حلوه، حتى لو هو بقاله ماتشين ما جابش فيهم اجوان، بس هو برضو اختيار حلو. في لاعب عايزك تحط عينك عليه ما تجيبوش، سبوسالاي. ده بيدخل في الركنيات، ممكن يدخل لك في الفاولات. الواد ده لمسته حلوه جدا على الكوره وبيتقدم كتير، بس ما تجيبوش دلوقتي، اصبر عليه وافضل ركز معاه. صلاح اتكلمنا عليه. هجوميا كابتن جاكبو ونونيز. بصراحه انا دايما كنت بقى اتريق على نونيز، بس نونيز فعلا عامل بدايه حلوه جدا. بس مفيش حاجه مضمونه يا حبيبي، مفيش حاجه مضمونه يا روح قلبي. زي برضه في خط الوسط جوتا ده بنسبه كبيره الناس اللي بتجيبه انا مش فاهمهم. بنسبه كبيره اصلا اكتر واحد ممكن يقعد دكه في كل اللعيبه اللي في الهجوم هو جوتا. ندخل في خط الهجوم. جاكبو ونونيز، ده هيلعب شويه وده هيلعب شويه، ده هيلعب شويه ده هيلعب شويه. نفس الحوار زي بتاع ايزاك وويلسون وزي بتاع فيرجسون وويلبك. فانت هتدخل في حوارات ملهاش لازمه. فانا بالنسبه لي زي ما قلت لك ليفربول اليسون مضمون. صلاح لو معاك تمام. دياز ممكن. غير كده لا. بس ندخل بقى، عايز اتكلم بس عن خيارين في خط الوسط الناس مش مركزه معاهم قوي. ويعني دي برضو من اللعيبه اللي هي بدل ما تجيب لي ارنولد يا حبيبي، وبدل ما تجيب تريبيه بستة وستة ونص وده طب تمانية. المضحك الترند الاسكندر الاكبر ب8 مليون. عندك اتنين. بيومو عارف ان هو مع نسبة كويسة مع 29% تقريبا، ماتشاته الجاية حلوة. بيومو مع ضربات الجزاء، يعني حتى وهو وحش ممكن يطلع لك كده نقط من الهوا. وبيلعب حلو جدا يا جماعة، والله بقى بجد خطير ومرعب جدا على الجون. بيومو اختيار ممتاز جدا. ونيجي على الاختيار الأحلى بالنسبة لي وهو كابتن ديابي. ديابي مع 10% تقريبا أو أقل. ديابي بيوصل لجون كتير جدا. جايب جونين، جايب اسيستين في 5 ماتشات. وغير الجونين والاسيستين في ماتش جاب جون وكان جون يعني تسلل على شعره واتلغى. وبرده كان اللي هو الماتش اللي هو اللي فات اللي هو الماتش الاخير. وبرده في ماتش كان برده جون دخل وكان برده هو اللي جايبه وبرده اتلغى. وكان في جون تالت واتلغى كان هو الاسيست بتاعه. فديابي مساهمته الهجوميه خطيره جدا. غير كمان كل اللي انا قلته ده، هو اصلا بيوصل الجون كتير وخطير جدا على الجون. فالواد ده يعني اختيار ممتاز. وماتشات استون فيلا الجايه كلها حلوه جدا على الاقل هجوميا، هم يقدروا يجيبوا جوان بغض النظر هيكسبوا هيخسروا. فالديابي اختيار فوق الممتاز. نتكلم بقى عن توقعات الماتشات ونتكلم عن افضل اختيارات كابتنة.
نبدا كده بكريستال بالاس وفولهام. كريستال بالاس يعني تقدر انها تكسب في الماتش ده 1-0. بجد يا جماعه اللي معاهم لينو والله بجد يعني انتوا امكم وابوكم راضيين عليكم وبتبروا الوالدين جدا بصراحه. والله كل ماتش بيطلع بالكلين كده، عارف، بالرزق وبالحب وبالدلال وبالجمال وبالحلاوه يعني بكل حاجه. بجد والله فولهام فرقه مرزقه قوي. بس كريستال بالاس اعتقد انها تقدر تكسب 1-0 مثلا في الماتش ده. لوتون وولفز، يعني الفرقتين ملط. فرقتين ملط. يعني ممكن تفكر انك يعني ممكن مش بنصحك قوي بس ممكن لو معاك مدافع من لوتون ممكن تفكر تعملها. ما اصل وولفرهامبتون ما عندهمش مهاجمين اصلا. وكمان لوتون الجوله اللي بعديها عندهم دبل يعني مش وحش، يعني هيلعبوا ماتش ايفرتون وماتش بيرنلي. ماتشين يقدروا يطلعوا باتنين كلين او حتى بواحد كلين. فيعني برضو ايه، انا برضو براهن على ضعف هجوم الفرق التانية اللي هم هيلعبوها اكتر من دفاعهم يعني. مان سيتي ونوتنجهام فورست، واعتقد ان مان سيتي هتولع الدنيا في الماتش ده بغض النظر ان نوتنجهام عامله بدايه فوق الممتازه. بس السيتي هالاند، الفاريز اللي قلت لك عليه كتير، دفاعيا ممكن يقدروا يطلعوا كلين في الماتش ده. لان نوتنجهام فورست بره الارض بيدافعوا بشكل مش طبيعي، يعني بغض النظر عن ماتش ارسنال عشان ارسنال هم اللي كانوا عرر، هو هم اللي ادوهم الفرصه. كان غير كده ما كانوش هيجيبوا جوان. برينتفورد وايفرتون، برينتفورد تقدر تكسب في الماتش ده وبكلين. وخدوا بالكم يا جماعه من دفاع برينتفورد الفتره الجايه عشان ان شاء الله في كلين جاي كتير الفتره الجايه. بس خدوا بالكم هنري تقريبا جاله رباط صليبي، فاللي معاهم هنري يبيعوه ويشوفوا بقى اختيار زي بينوك، فليكن في حراسه المرمى. ممكن تفكر في هيكي. غير كده يعني باين بيقعد يحصل فيه مدورات جامده. بيرلي ومانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد ممكن تكسب 1-0 2-0 بالعافيه. ممكن لو معاك دالوت اللي انا اتكلمت عليه، ممكن معاك هويلاند اللي انا برضو قايل لك عليه في الحلقه اللي فاتت، فدي اختيارات كويسه. راشفورد لو معاك ممكن تديله فرصه اخيره مع اني مش مقتنع بيه. ارسنال وتوتنهام، الماتش ده بالنسبه لي هيبقى مجزره اجوان. اللي معاه دفاع من الفرقتين اوعى تلعب بيهم، لكن هجوميا فرقتين هيقطعوا بعض. فرقتين دفاعهم وحش، خاصه دفاع ارسنال بشع بشع جدا يا جماعه والله بجد. دفاع سيء بشكل مش طبيعي. فالفرقتين ممكن يعني مثلا 2-2 3-2 لفرقه من الفرقتين هيبقى فيها مجزره اجوان. سون وماديسون وفي الناحيه التانيه ساكا، يعني اختيارات حلوه جدا. بس فكك بجد من ارسنال حاليا في الهجوم عشان لسه خيسوس مش باين اساسي ولا لا. اوديجارد قلت لك من اول موسم في شورت كنت منزله قبل كده، قلت لك ما تجيبش اوديجارد، اوديجارد بعيد عن الجون. وفي الاخر تقريبا الجون الوحيد اللي جايبه لحد دلوقتي من ضربه جزاء، وهو اصلا مش متخصص ضربات الجزاء يعني مش هيشوطها تاني اعتقد. برايتون وبورنموث، برايتون تقدر تكسب الماتش ده بكلين. بس يا رب يا رب اللعيبه تلعب، يا رب ستوبينان يلعب، يا رب اللعيبه العدله اللي معانا تلعب. تشيلسي واستون فيلا، استون فيلا تقدر تكسب في الماتش ده، تقدر تكسب وممكن كمان كلين لو هم ركزوا في الدفاع. تشيلسي في الشلاحات خالص. ليفربول وويست هام، ليفربول تكسب الماتش ده بس من غير كلين، ما تستناش كلين. بس ليفربول تقدر تجيب. صلاح يقدر يظبطك برضو باسيستايه، هو مش هيطلع بايديه فاضيه بس هيديك اسيستايه كده. ودياز برضو ممكن يعمل له حاجه. شيفيلد ونيوكاسل اعتقد انها تقدر تكسب الماتش ده 2-3-0 مثلا. والكلين ما ان شاء الله هيكون مضمون. بس كده يا شباب، اختيارات الكابتنه معايا 3 اختيارات. طبعا هالاند يعني ده مش محتاج كلام كتير، واعتقد النسبه كبيره جدا 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 هيكابتنوه عن اكتر عن الجوله اللي فاتت. تاني اختيار بالنسبه لي وهو بالنسبه لي مش ريسك واختيار منطقي كمان، كابتن الفاريز. الفاريز يا جماعه بجد يعني انا واثق فيه جدا، واثق ان هو بيقدر ان هو يجيب نقط اكتر من هالاند. لو انت عايز تتجنن وعايز تعمل ريسك مجنون وبايع الدنيا وبايع العيشه على اللي عايشينها، فكر في كابتن امبيومو. بس كده يا شباب، اظبطوا اللايكات والسبسكرايب والشير لاصحابكم.